احنا بقى الترم ده عايزين نفهم الرسم. حد عارف احنا ليه بندرس الرسم؟ انت بتدرس الرسم ليه؟ ناس كتير يقول لك تعبنا من الرسم ده، رغم ان الرسم ده ماده مهمه جدا. مش هقول لك اهم ماده، بس من اهم المواد اللي موجوده عندك. انت بترسم ليه او بتتعلم الرسم؟ الرسم بتاعك ده اساس تخصص. اساس التخصص بتاعك هو الرسم. تقريبا في كل المواد اللي انت بتاخدها التخصصيه تقريبا. انت قسم ايه الاول؟ انت عارف انت قسم ايه؟ هيدروليك. قسم هيدروليك ده فرع من القسم بتاعك الاساسي. عارف القسم الاساسي بتاعك ايه؟ ميكانيكا. القسم بتاعك انت ميكانيكا. ماشي؟ طب حد عارف يعني ايه ميكانيكا؟ ميكانيكا بمنتهى البساطه كده يعني حركه. ميكانيكا يعني حركه، ايا كان الحركه دي، ازاي بنتج حركه، ازاي بنقل حركه، نوع الحركه دي ايه؟ تمام كده؟ ده القسم بتاعك. القسم بتاعك اللي هو الميكانيكا اللي انت التخصص بتاعك من الفرع بتاعه اللي هو الهيدروليك. ما هي الميكانيكا اقسام كتير قوي، خلي بالك يعني. من ضمنها الهيدروليك اللي انت فيه. الماده بتاعتك اللي انت بتتعامل معاها هي ايه؟ يعني ايه الماده بتاعتك؟ هبعدك شويه عن الايه؟ عن القسم بتاعك. انت عارف الراجل النجار؟ النجار ده الماده بتاعته هي ايه؟ اللي بيشتغل بيها هي ايه؟ النجار. الماده اللي بيتعامل معاها، لا الماده اللي بيشتغل عليها ايه؟ بيشتغل ايه؟ بالخشب. خشب انواعه كتير على فكره. خشب انواعه كتير. معلش انا عارف ان انت جاي من اجازه مخك قافش شويه، فهنفتحه كده واحده واحده. يبقى النجار الماده بتاعته اللي بيشتغل بيها هي الخشب، وعندنا انواع كتير من الخشب، صح كده؟ صح. طيب الادوات اللي انا بستخدمها او اللي بيستخدمها النجار عشان يتعامل مع الخشب، عندي نوعين من الادوات. عندي ادوات آلية وادوات يدويه. يعني ايه آلية؟ يعني بتشتغل بالكهرباء بموتور، تشتغل آلي. وفي ادوات يدويه. تمام كده؟ كلنا شفنا اكيد الادوات اللي هي بتشتغل بالكهرباء، زي المنشار، زي الفاره، زي التخانه، زي الحليه. طب الادوات اليدويه؟ الشاكوش، المنشار، المفك، الازميل، كل دي ادوات ايه؟ يدويه. طب الراجل النجار ده بيقيس بايه؟ بالمتر. يبقى ادوات القياس بتاعته بالايه؟ بالمتر، صح كده؟ طب تعالى نشوف نوع تاني او مهنه تانيه. الخياط او الترزي، الماده بتاعته ايه اللي بيشتغل بيها؟ القماش. انواع كتير جدا من القماش. الادوات بقى اللي بيستخدمها في الخياطه، عندي برضه ادوات آلية وادوات يدويه. الآلية اللي هي عارفينها المكنه، الاوفر بتاعت العراوي، كل دي مكنه، صح؟ اليدويه بقى الابره، المقص، مش كده برضه؟ بيقيس ايه؟ الوزر. المازور، اسمها المازور. المتر المازوره اللي هو البلاستيك ده، صح كده؟ يبقى كل مهنه وكل مجال ليه ماده، ليه ادوات قياس. تعال نخش على المجال بتاعك بقى. مجال الميكانيكا، الماده بتاعتك الاساسيه هي ايه؟ حد عارف؟ اللي انت بتتعامل معاها، ايه الماده اللي انت بتتعامل معاها؟ اللي هي ايه؟ ليه؟ يا راجل، الماده اللي انت بتشكلها. انت ما دخلتش ورشه ولا ايه؟ المكن دخلت ورشه؟ حلو. وانت بالورشه مسكت ايه في ايديك؟ اشتغلت عليه حديد، صح كده؟ طيب انت الماده بتاعتك اللي هي المعادن، اللي هي الايه؟ المعادن بانواعها. حد عارف هي الانواع من المعادن؟ الزهر والامونيا. طيب احنا خلينا بس متفقين عشان ما توهكش قوي. المعادن نوعين، معادن حديديه ومعادن غير حديديه. الحديديه حديد صلب، حديد زهر، حديد مطوع. الغير حديديه اي حاجه غير الحديد، نحاس، ألمونيا، ذهب، فضه، اي حاجه غير الحديد دي معدن غير حديد. كل المعادن انت بتتعامل معاها. يبقى الماده بتاعتك هي المعادن، تمام كده؟ الادوات بقى اللي انت بتشتغل بيها هي ايه؟ المبرد. في عندي ادوات آلية وادوات يدويه. الآلية هي المخرطه، المقشطه، الفريزه، المنقاب، حجر الجرح، كل ده حاجه آلية. طب اليدويه؟ المبرد، المنشار، الاجنه، الشاكوش، صح كده؟ ادوات القياس بقى ايه؟ بنقيس بقى بايه بقى؟ بالايه بقى؟ بالقلم. ايه تاني؟ ما خدتوش اي ادوات قياس كده؟ ما خدناش بالقلم. طيب
بتاعتنا كتيره قوي، كتيره قوي. وبرضه في ادوات قياس دقيقه وادوات قياس بسيطه. ادوات القياس البسيطه اللي هو زي القدم الصلب. عارفين مسطره الصلب؟ عارف. ده اسمه قدم الصلب، ده ادوات قياس بسيطه. ادوات القياس الدقيقه اللي انت اكيد شفتها واتعاملت معاها اللي هي القدمه ذات الورانيه او البوكليس. هنقعد بقى شويه عند ادوات القياس وبعدين نكمل. هنرسم كده رسمه كبيره شويه اللي هو التدريج اللي موجود عندك على المسطره، بس هنرسمه كبير قوي. يعني هنا كده ده الصفر، شرطه 2 3 4 الخمسه تبقى طويله شويه كده، 6 7 8 9 10. ممكن بعد كده المسطره تكون كاتبه 1 ويبدا التدريج يمشي كده. المسطره بتاعتك، المسطره اللي انت بتقيس بيها، انا مكبرها قوي كده عشان اوضح لك حاجه بس. الشرطه من الصفر الاول شرطه هنا ده اسمه ايه؟ ملي، صح كده؟ ايوه. انت عارف الملي قد ايه بقى في الحقيقه؟ مش قد كده، ده الملي ده حاجه يمكن الخط ده انا عامله اكتر من ملي. تمام؟ انت عارف ان ادوات القياس البسيطه دي بتقسم الملي ده ل 10 اقسام؟ يعني انا مثلا لو جيت مثلا جبت سهم كده في الحته دي ورحت عامل السهم ده، بص لي كده، السهم ده بيعتبر رقم كام في التدريب؟ عند رقم كام؟ 2.5 عند 5 مللي. 5 مللي. عند كام؟ هو قدامك اهو. عند 2.5. عند أي شرط؟ عند ايه؟ عند 2.5. مين قال لك 2.5؟ هي 2 وشويه، مين قال لك بقى 2.5؟ عشان في النص مين قال لك ان دي قد دي؟ بالتقريب. بالتقريب ما ينفعش بقى التقريب في المجال بتاعك. المجال بتاعك لازم يجيبها لك بالظبط. يعني ايه؟ يعني انا الملي ده ممكن اقسمه ل 10 اقسام. ممكن اقسم الملي ده ل 10 اقسام. تعال نقسمه كده عشان خاطر عشان اعرف اقسمه بس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دي ال 10. الملي هنا قسمناه كام قسم؟ 10 اقسام، صح كده؟ يعني انا كل التدريج ده موجود فيه. يعني لو هنا مثلا اقسم ديت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لو انا بقى جيت رحت قايل لك السهم ده كده في الحته دي قال كام؟ اقرا بقى، قال كام بقى؟ خلي الرقم بشويه. مش شويه بقى، هو السهم محدد. طبعا يعني 8 مللي. طب اللي مش شايف يطلع يبص عليه، تعالوا نطلع. 7 تعالى نعيدهم. عيد رقم كام الاول؟ 3. دي رقم 3 صح كده؟ 1 2 3 4 5 6 7 عندي ايه؟ يبقى و7 من 10 و7 من 10. خلي بالك بس 7 من 10. يعني هنا ده مقسمها ل 10 اقسام. عشان كده راح قال 3 و7 من 10 او 2 من 10 او 4 من 10. شوف قد ايه الدقه بقى. الملي الصغير اللي على المسطره ده بيتقسم ل 10 اقسام. انت عارف اللي فيه ادوات بتقسم الملي ده ل 100 قسم؟ 100 قسم. احنا اصلا الملي الصغير ده لو قسمته ل 10 مش هشوفها بعينيا اصلا، صح؟ ما بالك لما نيجي نقسمه ل 100 قسم مش هنشوفه خالص ده، صح كده؟ طب ايه رايك بقى ان الملي ده ساعات بيتقسم في ادوات قياس ل 1000 قسم؟ بتعمل ازاي؟ 1000 قسم. 1000 قسم. طب ايه رايك بقى ان في ادوات قياس بتقسم الملي ده ل 10000 قسم؟ ايه ده؟ ايه الدقه العاليه قوي دي؟ بادوات بقى ايه مخصوصه، مع التانيين ما بتشوفهاش بعينيك، دي ادوات مخصوص للقياس. اشهر اداه بتقيس لي الابعاد دي الميكرومتر. شفتوه؟ فاكرينه؟ الميكرومتر اللي كان شكله عامل كده. ايوه. ها؟ شفتوش الشكل ده؟ ايوه كان بيفتح على 5 بس. ده بيقيس لغايه 10000 من 10000 بيقيس مقاس من 10000. يعني مقسم الملي ل 10000 قسم. تمام كده؟ توهت انا شويه، ما توهتكش، انا بديك الاساس بتاعك عشان تبقى فاهم يعني ايه ادوات ويعني ايه قياس، عشان احنا هنستخدم القياس. بس انت تبقى فاهم يعني ايه ادوات قياس دقيقه بتقسم لي الملي ل 10 اقسام وال 100 قسم وال 1000 قسم وال 10000 قسم.
اتفقنا؟ انا كده اتكلمت عن المجال بتاعي اللي هو مجال الميكانيكا، اللي هو التخصص بتاعك هيدروليك، فرع من الميكانيكا. الماده اللي انا بستخدمها المعادن، ادوات اللي انا بستخدمها اللي هي ادوات آلية وادوات يدويه، ادوات القياس اللي هي البسيطه والدقيقه. طب انا برضو بدرس الرسم ده. الرسم ده لو انت ما بتعرفش تتخيل مش هتعرف ترسم. اساس الرسم التخيل، عشان انت المفروض توصل لمرحله معينه ان انت تقدر تصمم. يعني ايه تصمم؟ يعني تألف منتج. عشان تألف منتج اكيد لازم تتخيله في دماغك الاول، مش كده ولا ايه؟ هتخيله وارسمه، واكيد لما اجي ارسمه هرسمه كروكي الاول. انا هديك مثل بسيط قوي كده انت عارفه. لو انا مثلا هعمل مدرسه جديده ورحت مصنع قلت له انا عاوزك تنتج لي 1000 منجله، كلنا عارفين المنجله واشتغلنا عليه. يبدا يقول لك عاوزين نسال اسئله، طب المناجل دي هتستخدموها في ورشه ايه؟ يقول لك ورشه براده. طب مين اللي هيقف عليها؟ سن كامل المدرسه دي ولا اعدادي ولا ثانوي ولا ايه؟ ده ثانوي. يبدا يعرف مواصفات عشان يبدا المصمم يصمم. يبدا المصمم يعمل ايه؟ يقوم جايب الورقه والقلم بتاعته، يقوم عامل كروكي كده، يقوم راسم كده فك ثابت، يقوم عامل له قاعده كده، يقوم حاطط فك متحرك، يقوم عامل اليد بتاعته كده، يرسم كروكي كده، ويبدا يبص بعد ما يرسم كده يقول لك السنون دي او الحافه دي او السكه ديت ممكن وهو شغال كده ممكن ايه اللي يحصل؟ يتعور اللي بيشتغل عليها. لا، انا هعمل ايه؟ انا هخلي كل اللي موجود هنا كده سوا، كل اللي موجود ده سوا. راح جاي اعمل الحته دي كده، وراح اعمل الحته دي كده، كل ده كروكي، وراح اعمل الحته دي كده. عمل كل الاجزاء اللي ممكن تعور اي حد يشتغل بدور. بص كده على القعده، لا القعده دي ما فيهاش اتزان. قال لك لا، انا هظبط القعده دي مش متزنه، لازم اعملها متزنه. اعملها كده 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 كده، كل ده كروكي، واعمل لها هنا كده طوق عشان اثبتها في الايه؟ في التزنه. عارفين التزنه ولا؟ ايوه تمام. بعد كده الفكين دول اللي انا هربط فيهم الشغل، صح كده؟ اللي انا احط هنا التمرين واربطه. تمام. لو انت معاك قلم جاف او اي قلم، مش بيبقى ساعات بيبقى مكتوب على الاقلام كده اسم القلم، كلام بالانجليزي. لو القلم قاعد معاك شويه، ايه اللي بيحصل للكتابه دي؟ وانت طول النهار قاعد بتلعب في القلم؟ بيتمسح ليه؟ نتيجه ايدك بس لما بتيجي كده على القلم مره في الثانيه في الثالثه تبدا الكتابه دي تتمسح. ما بالك بقى لما بكون حاطط هنا حديد وده حديد وبربط كل شويه جامد، مره في الثانيه مره في الثانيه، ايه اللي يحصل للحتتين دول؟ هيتاكلوا خالص، هيبوظوا. خلي بالك هيبوظوا. فالمهندس قال لك لا، وانا بعد ما ابوظ دي اغير دي كلها، انا هعمل حاجه حلوه قوي. راح جاي عامل ايه؟ قال لك الحتتين دول هفرغهم كده، قوم جايب هنا كده حته حديد ثانيه، قوم جاي رابطها بمسمار هنا، اللي هم بنسميهم دول الفك. عارفينهم؟ اللي هي اللقمه، اللقمه اللي هي مشرشره من هنا دي. اللقمه ديت هي دي اللي بيطلب فيها التمرين. لما مع الوقت اللقمه دي تبوظ يبدا ايه؟ يشيلها ويغيرها. ده ما غير التمرين كله. ده مش كده وبس، ده الراجل المهندس قاعد يصمم لسه هيقول لك بقى المعدن ده نوعه ايه والمعدن ده نوعه ايه. ده غير اللي هنا فيه قلاوظ في الحته دي، اللي هو الفتيل المقرص ده ماشي هنا بجشمه اللي هي الصاموله. موضوع اهو، دخلنا في حاجات كتير قوي. حاجه نربط فيها ايه؟ في القلاوظ في حاجه نربط فيها. في حاجه ايه؟ يعني من جوه المنجله دي بيبقى فيه مسمار. بص، انت عارف الحركه دي بتتحرك ازاي المنجله دي اصلا؟ ايوه. طيب الفك المتحرك، فك متحرك بيبقى جواه صاموله كبيره. جواه ايه؟ الصاموله اللي بيربط فيها صاموله كبيره. الصاموله دي اسمها الجشمه. الصاموله الكبيره دي اسمها ايه؟ الجشمه اللي هي هنا دي، اللي هي ثابته بده، اللي هي هنا في الحته دي. تمام؟ وده مسمار مقرص كبير بنسميه فتيل مقرص. لما يكون مسمار كبير بالشكل ده اسمه فتيل مقرص. انا ماسك المسمار، الصاموله رابطه هنا والف ده كده، ايه اللي يحصل للصاموله؟ هتتحرك عليه. تمام؟ يبقى انا برضه هختار نوع القلاوظ ايه؟ والحره بتاعت القلاوظ ايه؟
يبقى انا هنا اختار الالوز، هختار نوع الماده، هختار نوع المعدن. كل ده المصمم قاعد يصممه، خلي بالك. فانا لما اجي اصمم كل ده، حتى المعدن ده لازم اعمله من معدن مقاوم شويه للتاكل. يعني ايه مقاوم للتاكل؟ كل المعادن بتتاكل على فكره مع الوقت، بس في معدن مقاوم للتاكل شويه. اكتر معدن مقاوم للتاكل هو معدن النحاس. لا ده انا كان بدا العلم يتدخل، بدا يشوف بقى لو حطيت معدن ايه على ايه وعملت سبيكه. عارفين يعني ايه كلمه سبيكه؟ يعني ايه؟ كل الناس فاكره سبيكه يعني السبيكه ده. لا الآن بص السبيكه دي عباره عن ايه؟ ان انا بجيب معدن او اثنين او ثلاثه، بجيب اكتر من معدن واخلطهم على بعض. اخلطهم على بعض ازاي؟ ان انا اسيحهم، اصهرهم وعاملين زي الميه على بعض كده. حطيت كذا نوع من انواع المعادن عشان يديني منتج معين بمواصفات معينه. تمام كده؟ يبقى انا هنا بعمل منتج او بعمل معدن دي مواصفات تقاوم التآكل عشان احطه فين؟ في اللقمه. كل ده لسه ما اتكلمناش عن الرسم. ده الراجل المصمم المهندس بيصمم منجله، بعد ما بيصممها وبيجيب الشكل النهائي يبدا يرسمها بقى. يبدا يطلع كل حته لوحدها ويرسم لها مسقطين. يرسم لها ايه؟ مسقطين. هناخد الفك المتحرك ده بس هنطلعه بره. الفك المتحرك شكله عامل كده. خلي بالك احنا هنطلع الفك المتحرك بس. هنكبره كده شويه. ونرسم له فوق ايه؟ مسقط تاني مثلا افقي. بعد ما بيرسم له مسقطين كده بيقول لك كل بعد بكتب له عليه بعده، بعد كده بكتب له عليه حدود التفاوت. يعني مثلا الحته دي مثلا المسافه من هنا لهنا مثلا طولها 100. تمام؟ في حاجه اسمها حدود التفاوت. طب يعني ايه كلمه تفاوت؟ التفاوت هو الخطأ المسموح به. تاني التفاوت هو الخطأ المسموح به. يعني انا ممكن اغلط، ممكن تغلط. انت بتنتج مثلا بالمعمل ده، انا اديتها لصنايعي واقف على مكنه او ايا كان، يعني قلت له انا عاوز 1000 واحده من دي، من الحته دي بس، واديت الفك ده او اللقمه ديت لواحد تاني، واديت الفك المتحرك. كل حته بقى بتروح عند صنايعي يشتغل بيطلع 1000 حته. هو لا يمكن هيطلع ال 1000 حته مظبوط. بعمل انا حدود تفاوت، بقول للراجل الصنايعي، بقول له ايه؟ البعد ده انا عاوزه 100 وممكن يبقى زائد 2 من 10 او ناقص 1 من 10. اكتبها له بالشكل ده. المكتوب فوق ده اللي هي حدود التفاوت، الحد الاعلى والحد الادنى. معناها ايه؟ معناها ان ال 100 دي لو جت 100 زائد 2 من 10 صح. لو هي 100 الا 1 من 10 برضه صح. كل بعد في التمرين انا بكتب عليه حدود التفاوت. ده المهندس ده بيعمل شغل جامد قوي. بيتخيل ويبدا يحط ابعاد، يحط حدود تفاوت، يحط نوع معدن ويحط نوع الوز. يبقى انت عشان تبقى راجل مهندس وتقدر تعمل منتج لازم تعرف تتخيل. تمام كده؟ يبقى انت لو انت مش بتتخيل كويس مش هتعرف تتعلم الرسم خالص. كلام جميل جدا. كل ده احنا لسه ما دخلناش في الرسم بتاعنا. كل ده انا بديك مقدمه عشان تشغل لك مخك، عشان لما نيجي نشتغل مع الرسم تبقى فاهم احنا بنتكلم عن ايه. يبقى كده معنى كده ان ماده الرسم دي لو انت خدت بالك انا اتكلمت عن ادوات القياس، اتكلمت عن نوع ده، اتكلمت عن الوز، اتكلمت عن تفاوت، اتكلمت عن حاجات كتير قوي. طب تعالى نتكلم بقى نقول يعني ايه استنتاج مسقط ثالث، ويعني ايه ثلاث مساقط اصلا. يعني ايه ثلاث مساقط ويعني ايه استنتاج مسقط ثالث. هنرسم رسمه بسيطه قوي كده عشان تعرف تتخيلها. الرسمه دي شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل كده.